السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد الخوت. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفو شحال كيشد اللعابة ديال المنتخب المغربي في الشهر الخوت، واحد المبالغ اللي خيالية بزاف اللي غادي تصدموا فيها بالبيان الخوت. وقبل ما نبداو هاد الفيديو الخوت ما ننساوش بلا ما نوصيكم الخوت ديروا لنا واحد ابوني وخليو لنا واحد الكومونتير وقولنا الرأي ديالكم في هاد الرواتب الخوت والحماق الخوت اللي واحد المبالغ اللي خيالية. غادي نبداو الخوت بأول لاعب اللي هو ياسين بونو مع الهلال السعودي الخوت، وكيشد 900 مليون سنتيم شهريا الخوت. 900 مليون سنتيم الخوت، ماشي في الشهر الخوت ولا في 6 شهور، ولكن شهريا الخوت كيشد 900 مليون سنتيم. غادي ندوزو الخوت اللاعب عبد الرزاق حمد الله اللي مع الاتحاد السعودي الخوت، كيشد 416 مليون سنتيم الخوت شهريا. 14 و 16 مليون سنتيم الخوت شهريا. فالدوري السعودي فكيعطي الفلوس بزاف الخوت عليا. كتشوف اللعابة راه كيمشيو ليه هاد العام بزاف بزاف بزاف، حيت كاين تمايا عمر بزايد. وغادي ندوزو للاعب أوناحي اللي كيشد 75 مليون سنتيم. 75 مليون سنتيم شهريا الخوت، فكيلعب في فرنسا مع مارسيليا، فكيشد 75 مليون سنتيم شهريا. شوفوا الخوت، كنا في الدوري السعودي ورجعنا للدوري الفرنسي. انا فاش كنستنتجو ان الخليج لا قطر لا الامارات لا السعوديه فكيعطيو زبالة ديال الفلوس الخوت. دوزو الخوت للدوري الانجليزي مع نايف اكراد. نايف اكراد كيشد الخوت 180 مليون سنتيم شهريا الخوت. في الدوري الانجليزي فهو كيتعتبر من اقوى الدوريات في العالم كامل، وكيحطوا فيه فلوس صحيحة نظرا لاشهارات الخوت، فكيشد 180 مليون سنتيم شهريا. غندوزو للزلزولي اللي كيلعب في سباليون الخوت، وكيشد 95 مليون سنتيم شهريا. 95 مليون سنتيم الخوت بالمقارنة باللاج ديال الزلزولي فمازال كيبان لي بقى في هذا النيفو هذا، فيقدر يوصلها ل 300 ولا شي 200 مليون سنتيم. فالزلزولي كيشد في أوساسونا 95 مليون سنتيم. غادي ندوزو للخوت سفيان أمرابط اللي كيشد 166 مليون سنتيم الخوت شهريا. سفيان أمرابط كيف ما قلنا كيلعب في الدوري الإنجليزي في مانشستر يونايتد، فكيشد 166 مليون سنتيم شهريا. غانم سايسة الخوت هو كيلعب في السعودية مع نادي الشباب، فكيشد 150 مليون سنتيم شهريا الخوت. كما قلت لكم الدوري السعودي راه فيه العاق. غانم سايس بهاد اللاج اللي عنده كون بقى في أوروبا راه ما كانش غادي يعطيوه حتى 30 مليون ولا 20 مليون سنتيم. لهذا قرر باش يمشي للدوري السعودي. نصير مزراوي الخوت فكيلعب مع بايرن ميونخ اللي نايض ليه بزاف ديال المشاكل، فكيشد 666 مليون سنتيم شهريا الخوت. فبايرن ميونخ فين كيتعتبر من افضل الفرق اللي كاينين في المانيا وكذلك في اوروبا، عليها واصلين لهاد الصالير هذا اللعابه ديالهم. فنصير مزراوي كيشد 666 مليون سنتيم. غادي ندوزو للخوت الحكيم زياش اللي كيلعب في تركيا الخوت، فكيشد 508 مليون سنتيم شهريا الخوت. حكيم زياش ففي تشيلسي كنظن كان كيشد كتر من هذا المبلغ هذا، باش مشى لتركيا فنقص ليه الصالير ديالو. الحكيم زياش كيشد 508 ديال المليون سنتيم شهريا. الخوت الأشرف حكيمي فكيتعتبر هو الأول في هذه القائمة هذه، فكيشد 816 مليون سنتيم. كيلعب في باريس سان جيرمان، وكيتعتبر من أغلى اللعابة اللي كاينين في المغرب حاليا، اللي صالير ديالهم اللي كبير بزاف بزاف، اللي هو 816 مليون سنتيم. أبر حوافز الخوت هادشي هذا يقدر توصل ليه تا الآلف مليون سنتيم الخوت، اللي يقدر كون كتجيه في الشهر. داك لي مارك هو يمكن اديداس، وعاد زايد بزاف ديال الاعلانات كيدير. دوزو الخوت لسفيان بوفال اللي كيشد 200 مليون سنتيم في الدوري القطري الخوت. فبوفال كيشد 200 مليون سنتيم. بوفال الخوت لاعب واعر بزاف، ولكن الباركور اللي دار
فهو كنظن اللي خايب بزاف أنه كان، والإصابات كذلك كنظن كان أنه يقدر يشد كتر من هذا المبلغ هذا، ولكن كيشد دابا مع قطر 200 مليون سنتيم. غادي ندوزو للخوت الإشبيلية مع يوسف النصيري اللي كيشد 133 مليون سنتيم، 133 مليون سنتيم شهريا كيشدها يوسف النصيري. ندوزو للخوت لزكريا أبو خلال اللي كيشد 85 مليون سنتيم شهريا، كيلعب في نادي تولوز الفرنسي. ففرنسا كما قلنا لكم الخوت، لما كنتيش شي لاعب اللي كبير بزاف من غير كندرب باريس سان جيرمان، فكاع الفراقي ما كيخلصوش مزيان، فتولز كيشد 85 مليون سنتيم ابو خلال. كذلك الخوت فسفيان الرحيمي بحال كيشد بحال ابو خلال 85 مليون سنتيم في الدوري الاماراتي مع العين الاماراتي. فسفيان رحيمي كيتيري الخوت شهريا 85 مليون سنتيم. ندوزو الخوت لأيوب الكعبي اللي كيشد 145 مليون سنتيم، اللي كيلعب في اليونان في أولمبياكوس اليوناني، فكيشد الخوت 145 مليون سنتيم شهريا الخوت أيوب الكعبي. ندوزو الخوت لسليم أملاح اللي كيلعب في سباليون اللي كيشد 141 مليون سنتيم. سليم عفوا 241 مليون سنتيم، فسالم أملاح كيشد 241 سنتيم.